السلام عليكم الزينات، كي راكم لاباس؟ انا في نعمه والحمد لله، ربي يدومها ليا وعليكم ان شاء الله. قبل ما نبدو الفيديو نبدو بالصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بديت لكم الفيديو اليوم مع الصباح. اليوم صبحت على ورداتي، شوفوا كي صبحوا بالو مام هادو مسكيون ماتوا لي كاع من السمش. مش عارفه كاع شندير لهم، اسكو ندخلهم ولا اش ندير لهم، ولا كنشدوا ولا قولوا لي عليه. لا لا غاضوني، هذه طافي كي كانت هكا، كانت كبيره وكاع. انتو شفتوا في الفيديوهات الخطره اللي فاتت كي وريتها لكم، من بعد بداو يموتوا، بديت نقلع لهم في الوراقي تاعهم. المهم اليوم صبحت على الفراش، باغي نغسل الفراش. عندي طابيات وهاد الكوفيرطه راهم هما ماشي موسخين، بصح انا بغيت نغسلهم باش نرفدهم. كنت قلعتهم هذا شحال وما غسلتهمش، بغيت اليوم باش نغسلهم. ونجاوب تاني على متتبعه. هذا اليوم الفيديو هذا تاع اليوم جديد ماشي قديم، خاطش لقيت شحال من متتبعه دارت لي سؤال وبغيت باش نجاوبهم عليهم على الاسئله تاعهم. المهم نغسل الفراش ونجاوب على سؤال من الاسئله تاع المتتبعات، وراكم معايا. كاين واحد المتتبعه كتبت لي تعليق بغيت نجاوبها عليه، نقرا معكم التعليق. اكتشفت قناتك جديد وعجبتني، راني من فيديو لفيديو. انا تاني ام لخمس اطفال، واقفه على داري وكلش منظم وما نخليش الخردة تتراكم. هذا وين كملت وفرست ورميت القش اللي ما نستحقاش، وقش ناويه نتصدق به كما كل مره. حبيت نعلق كي سمعت اسماء بناتك، انا تاني عندي بناتي ريتاج وجوري. بغيتك تنصحيني، راني نواجه مشكله مع ولدي في عمره 10 سنوات، ومحبش يواظب على الصلاه، ومانيش باغيه نتعامل معاه بالضرب. للعلم درت كاع الطرق وما نفع معاه والو. انصحيني ربي يجازيك ويحفظ لك ولادك. متتبعة من ولاية بشار. شوفي اختي، اذا ولدك عمره 10 سنين ومازال ما يصليش، قبل ما تغضبي عليه سمعي هذا الكلام للنهاية، لانه يقدر يبدل نظرتك كاملة. اختي العزيزة، اول حاجة نقولها لك، ربي يجازيك كل خير على خوفك على ولدك. مجرد انك تقلقتي وسقسيتي على الحل، هذا دليل باللي قلبك راه حي وحابة تشوفي ولدك من الصالحين. ما كانش تفرح كي تشوف ولدها بعيد عن الصلاة، بصح في نفس الوقت لازم نعرفوا باللي التربية ماشي نهار ولا زوج، وماشي بالضرب برك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أموروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. بزاف ناس يفهموا غير كلمة اضربوهم وينساو كلمة أمروهم، يعني من 7 سنين حتى ل10 سنين 3 سنوات كاملة تاع التعليم والتشجيع والقدوة والصبر والدعاء. إذا الطفل متعودش على الصلاة من قبل، طبيعي تلقاه في العاشرة يرفض ويتكاسل. وزيد أختي، الضرب في الإسلام ماشي باش نخرجوا غضبنا وماشي باش نوجعوا الطفل. العلماء قالوا يكون ضرب خفيف غير مؤذي، وما يكونش على الوجه، وما يخليش أثر، ويكون آخر حل بعد النصيحة والترغيب والترهيب بالحكمة. يمكن ولدك عنده سبب خلاه ينفر من الصلاة، يمكن ما فهمش علاه يصلي، ويمكن يشوف الصلاة مجرد أوامر. الطفل كي يعرف باللي الصلاة هي لقاء مع ربي وهي الراحة للقلب، يبدأ يشوفها بطريقة مختلفة. جربي تقربي منه، قعدي معاه وحدكم، بلا صراخ وبلا تهديد. قولي له: يا ولدي، انا ما نحبكش تصلي على جالي، نحبك تصلي لان ربي يحبك، والصلاة هي اللي تنور حياتك وتحفظك. حاولي تخليه يصلي مع بابا اذا كان موجود، ولا مع جده، ولا مع اخوه الاكبر منه. الطفل يتشجع كي يشوف الرجال يصلوا جماعة، وحتى اذا صلى صلاة واحدة في النهار شجعيه وما تحقريش المجهود تاعه. وزيدي كتري الدعاء، والله يا أختي الدعاء سلاح قوي. كل يوم قولي: اللهم أصلح ولدي واجعل الصلاة قرة عينه. ربي سبحانه هو اللي يقلب القلوب، وإحنا علينا نبدلو السبب. كاين أطفال بداو يصلوا وهما صغار، وكاين اللي هداهم ربي وهما شباب. المهم ما نيأسوش. سيدنا نوح عليه السلام دعا ولده، ويعقوب عليه السلام كان يوصي ولاده بطاعة الله. يعني حتى الأنبياء كانوا يهتموا بهداية أولادهم. وزيدي بعدي على أي حاجة تلهي في وقت الصلاة، كما الهاتف ولا الألعاب، خاصة في وقت الآذان. وخلي وقت الصلاة يكون عندكم في الدار وقت مميز فيه هدوء وفرحة، ماشي وقت مشاكل وصراخ. وتذكري ولدك مازال صغير، وقلب الطفل يتغير بسرعة. يمكن كلمة طيبة منك أو سجدة تدعي فيها بحرقة تكون سبب في هدايته طول عمره. ما تستسلميش وما تقوليش جربت كلش، دايما كاين باب مفتوح مع ربي. وربي سبحانه وتعالى قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. شوفي كيفاش قال واصطبر، يعني صبري وواصلي، لأن التربية تحتاج نفس طويل. وفي الأخير نقول لك ربي يبارك لك في ولدك ويجعله من المحافظين على الصلاة ويقر عينك بصلاحه. وما تنساش بلي الأم الصالحة دعواتها بإذن الله تقدر تبدل حياة أولادها كاملة. إن شاء الله نكون أفدتك ولو بالقليل.
حاجة ماسة أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب. وهذا الشيء هذا اللي خلى الآن أولادنا اليوم ما يحكموش الطريق المليحة. لماذا؟ لأنه كي كبروا لقونا حنايا نخموا غير في الماكلة. كي كبر ملي كان صغير، أكبر وليدي تخدم راك شوف باش ما تخرجش انت كيما هذاك تاع الكاميو تاع القمامه، شوف اقرا باش تواسي كذا، اقرا باش دير بوست شباب، دير تاويل، دير كذا. حنا ربيناه ذيب يلهف، حنا ربيناه ملي كان صغير هو يلهف. نوضوا روح دير امتحانات بصح نوضوا نقول له روح او اذن، لا نقول له اسهر واقرا وجبد باش تجيب، بصح ما نقولوش اعبد الله باش تلقى الجنه يوم القيامه. ما كاش اللي يقولها لاولاده هذه. علاه ما رحتش تقرا نقولها له، على ما صليتش ما نقولهالوش. كي ما درناش هذا الشيء هذايا ما قدرناش نخرجوا جيل مسقم، ما قدرناش، غير ربي يهديهم وخلاص. فلذلك الان لازم الهم نتاعنا في حياتنا نبينوا لاولادنا بلي مش هذيك هي الصح ومش هذيك هي الصح. الصح هو الفوق عند الله. الله كيف ينظر اليك الان؟ وهذا هو السؤال اللي يطرحه الانسان على نفسه. الله كيف ينظر الي؟ راضي عليا ماهوش راضي عليا؟ يحبني ما يحبنيش؟ سؤال محرج هذا على بالك، والله غير سؤال محرج. يعني هل ترى يحبنا الله؟ وهل يرضى علينا راضي علينا وش نديروا؟ ولا ما رضاش علينا ربي ما يحبناش؟ مشكل كبير هذا، مشكل كبير والله. من وجد الله ماذا فقد، ومن فقد الله ماذا وجد. إذا كان ربي معك وربي راه يحبك ويرضى عليك، روح قول الدنيا كاملة تحركك من مكانك، ما كاينش اللي يدنا ليك، راه معك ربي. تعرفش معناتها معك ربي؟ أعطانا مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ما قالوش هو معك ضدك، قالوا معنا الفوق ربي. معناتها قالوا النبي عليه الصلاة أنا ضعيف وأنت ضعيف، كي يكون معنا الفوقاني هذاك ما كاش اللي يدنا لينا. ما قالوش راك مع أخوك، لأنك هذاك أخوك اللي يقول كان راك معايا هذاك مسكين درسة تديه السبيطار. ما كاش قوي فينا، كلنا ضعفاء، قوتنا بمن؟ بمولانا سبحانه وتعالى. فاحنايا الان هنا نصلوا ياك، لو كان ربي يرفع علينا العنايه نهبطوا تبرنا تحت. كي راهو معتني بينا رانا نجو نصلوا. فاحنا صلاتنا هذه ما جبناها بالقوه، ما جبناها هدايه تاع مولانا، نسال الله يثبتنا وخلاص. فلو كان يرفع علينا ربي العنايه نتاعو نعودوا نخرجوا نتلفوا كما تلفت الناس. وهذوك مساكن الناس اللي راهم في المخمره هذوك راه ربي ماهوش معتني بهم. صايي كملتهم كاع، غسلتهم رجعتهم اللي تحت المجرى باش يقدروا في خاطرهم، والبالكون من نشفته باش يقعد لي ناشف، ثم يقعدوا حدا المجرى ينشفوا بغردهم. سقيت ثاني الورد، سيقت البالكون. قولوا لي خواتاتي عندكم كاش حل للورد؟ انا الورد حرقت عليه كاع السمش، كان ينمو مليح. ناض لي هذا اول مره يصدق لي الورد، ومن يصدق لي فرحت بيه من حرقت عليه السمش. قولوا لي اسكو ندخله الداخل ولا نخليه برا؟ اش راكم دايرين للورد؟ اسكو كاين برودوي باش يعاونه ينمو باش ما يتحرقش السمش؟ قولوا لي في التعليقات، اللي عندها كاش حل تعطيه لي في التعليقات. المهم انا الفراش كملته دوك، نشفه وندسه. الطابيات انا ما نفرشهمش في الصيف، لا الطابيات لا الديسوندي لا والو، عندك غير الصاله نخليها مفرشه. بصح الشنابر تاعي وتاع بناتي وتاع ولدي نرفد كاع الديسوند لي طابيات كلش نرفده. وهو الفراش تاع بناتي راني عاد كي غسلته، ثاني تاع ولدي هو تاع ولدي ثاني راني عاد كي غسلتها. تاعي هذيك كنت نتغطى بها، دوك من الصيف درت دراوات وغسلتها باش نرفدها. دوك نطبقهم وندسهم في البلاكار حتى المشتى الجايه ان شاء الله الا كتب ربي. المهم تهنيت منهم، لحتهم من الطريق. بالنسبه للفطور درت الدواره ما ياكلوها ليش كاع، ناكلها غير انا والزوج وخوله بنتي. بناتي صغارات ما يبغوش الدواره، اما لا درت لهم شوربه بالحليب، هما يبغوا شوربه بالحليب درت لهم شوربه بالحليب وحنا ناكلوا الدواره. نزيد معها شويه تاع بطاطا مقليه، والحمد لله على النعمه. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال، امين يا رب العالمين. هنكمل الفيديو حبيباتي، ما تنسوش اللايك والاشتراك فضلا وليس امرا. استودعكم الله ومع السلامه.